بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. استدعاني أحد الأخوان اللي المليون ريال عنده تعتبر ريال واحد، أو المليون دينار تعتبر عنده دينار واحد. استدعاني بأن أغسل أبوه. قلت طيب فين تبغى؟ هذا كلمني بالجوال، فين تبغى نغسله؟ قال عندي يا شيخ تغسله في القصر عندي. قلت ما تغسله في المغسلة؟ قال لا ما تغسله في المغسلة. طيب حاضر. حضرت عليه قلت وينه؟ قال نايم في المقلط جوا. جهزت معدة الغسل وكل شيء. قال يا شيخ. قلت نعم. قال خذ هذا الكفن نبغاك تكفنه في يدي. ايش يكفن؟ قال هذا الكفن كفن في كفن، ما نبغى الكفن حقك الدود هذا، ما نبغى. وطالع في الكفن يا اخوان، واذا هو حرير المتر ب600 ريال. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كفن حرير المتر ب600 ريال. قلت ما كفنه، إذا كان الحي يحرم عليه الحرير فكيف بالميت؟ 600 ريال المتر يما لاجي أكفنه في 20 متر، مو في أولى، في ناس ما هم لاقين يأكلوا أولى بها. قال أقول لك يا شيخ أنت جاي على كيفنا مش على كيفك. قلت لا يا حبيبي أنا جاي على كيف ربنا مو على كيفك. نعطيك اللي تبي. قلت والله ما تقدر لا أنت ولا أموالك كلها على أجري، ما تقدر على أجري. قال طيب فصلوا لنا ونحن نسوي. قلت ولا فصلوا، هذا الكفن مرة ولا أقرب. الساعة 1 في الليل تبغون نلحق الفجر ولا خادم ميتكم سيبوه سوي على كيفكم، تحملوا أثمه. قال طيب تفضل مين حيساعدني؟ قال ايش يساعدك؟ قلت مين حيساعدني غسل أبوه؟ قال عندك 2 فلبينيات و2 خدم، 4 يساعدون. فلبينيات وش على عورة أبوه؟ وهذا يخش وانت أولى فيه بزورته. قال أقول لك يا شيخ هذول اللي بيساعدوك تبغى ولا بلاش؟ قلت لا والله أنا لوحدي أنا بس ذكرت كده عشان تكسبون الأجر، لكن أنا لوحدي أغسل. انظروا الشاهد في هذه القصة يا أخوان. دخلت لقيت أخونا في الله الرجل هذا مجسى بشرشف مغطى على سرير، غرفة 6 في 8، البلاط أكرمكم الله وشاهد وجهي فيه من لمعانه. غرفة كلها يعني مرمر أشوف وجهي فيه. تخيلوا إذا أنا أشوف وجهي فيه يعني معناها ما في ولا حشرة حتخش على الميت هذا. وأول ما كشفت على الميت كنت أصاب بجلطة. تمالكت نفسي لأن هذا الشغل لله سبحانه وتعالى، وقواني الله سبحانه وتعالى. ماذا رأيت؟ رأيت هذا الرجل الكبير في السن الميت والنمل يغطيه من فوق ولتحت، شفت هم ترمي شوية حلاوة في الأرض ويتلم عليها النمل، لم يظهر منه ولا جسد مقدار سنتي من النمل، ولا وحدة نملة ماشية في الأرض، كلها في هذا الميت.
كلها في هذا الميت. ماذا أفعل؟ كيف يا جماعة؟ تخيلوا كيف أغسل هذا الميت وكله نمل، نمل نصه أصفر ونصه أسود، وهذا موجود برا. هذه النملة النصها أصفر ونصها أسود صغيرة جدا، أول ما تقرص البني آدم تلتف على نفسها تصير زي الكورة وتموت. تخيلوا هذا المنظر، وكيف أتصرف في هذا الميت. ماذا فعلت؟ إلهام من الله سبحانه وتعالى. كلمت السائق حق الإسعاف عندي يخش يعاونني، وأتيت بقطن في ماء وسدر وسديت أنفه وأذنه وفمه. حتى النمل كان يدخل ويخرج يتمشى من أنفه وأذنه وخشمه، يعني شيء مو معقول، لا يتصور العقل. سديت هذه الفتحات وأتيت بنفس الفرشة حقة الميت وشلته وغطسته في البانيو. غطسته في البانيو، قام النمل كله طفى على الآلة، وسحبنا المويه وجينا مرتين ثلاثة لغاية ما نظف هذا الميت من هذا النمل. رجعته تاني للدكة عشان أبدأ في الغسل. ثم الفكينا في الأخير في 3-4 حبات طلعوا من هنا، مسكناهم بالمنديل. الشاهد في هذا الكلام يا أخوان، الشاهد في هذا الكلام وهذا المكان 6×4 6×8 ما في ولا شيء، ونظافة بشكل إنك ما تنام تقول على الأرض. بعد ما كفناه ودفناه سألت أقرب الناس له إيش قصة هذا الرجل كبير في السن وأولاده رفضوا يخشوا يغسلون معاه، ورفضوا حتى كمان يكفنوه بهذا الكفن. ماذا تتوقع من هذا الرجل؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا إن رضا الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. كان هذا الميت كان يضرب هذا الميت يضرب أمه، كان يضرب أمه. تخيلوا إيش تتوقعوا من عقوبة من الله؟ إيش تتوقعوا عقوبة من ولد عاصي يضرب أمه وأبوه؟ ماذا فعلوا فيه الأبناء؟ حتى الدخول على غسله رفضوا من حقدهم وكرههم على أبوهم. ربى فيهم الحقد والكرهين. وكانت الأم يأخذون أولادها الآخرين ويودونها للمخبر، تشتكي هذا الأب، تقول أبدا ما ضربني. شوفوا قوة الأم، تقول أبدا ما ضربني، تدافع عن ولدها حتى وكدمات الضرب في وجهها، تقول ما ضربني، تدفع عن ولدها، ما تبغى ولدها فلدت كذب اللي حملته 9 أشهر إنه تشوفها قدام أمها. أسأل الله شوفوا هذه أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة. أسأل الله شوفوا هذه أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة.